أما الآن ومع كلمة ابن محافظة الدقهلية مهندس النهضة المهندس خيرت الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يسمعون فيعقلون ويتدبرون فيعملون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها السادة الأساتذة المسؤولين في الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في محافظة الدقهلية، والإخوة والأساتذة الضيوف من كافة الهيئات والاتجاهات والمؤسسات والأحزاب، وأيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات من أبناء محافظة الدقهلية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مجهودكم وطاب ممشاكم يا من جئتم من أماكن بعيدة أو قريبة، تعبرون عن حبكم وتأييدكم وحماستكم للثورة العظيمة المباركة التي مكنتنا من استرداد حريتنا، وتعبرون عن حبكم وتأييدكم وحماسكم لذلك المشروع الذي يتبناه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وعن حبكم وحماسكم لرموز هذه الجماعة وهذا الحزب، وأيضا حبكم وحماسكم وتأييدكم لمرشحنا لرئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور مهندس محمد مرسي. يا من جئتم من ميت غمر وسهرجت ودماص وسنفة وبشلة، يا من جئتم من أجا ومنشية عبد النبي وشيوة وطنامل، يا من جئتم من بني عبيد، يا من جئتم من السنبلاوين وتمي الإمديد والمقاطعة والربع والبيضة، يا من جئتم من المنصورة وشاوة وشهى والبقلية ومحل الدمنة والبرامون والدركسة ومنية النصر وميت سلسيل وميت عاصم وبرمبال القديمة اللي اتسمت الرياض وبرمبال الجديدة وتكرنس ونجير والنزل والشربين وكفر الترعة القديم والظهرية والكفر الجديد والصبرية وكفر الشيخ عطية وراس الخليج والعوضية والسعدوة، يا من جئتم من بلقاس وبسنديلة والستمونة والسمحية، يا من جئتم من طلخة وبهوت والدروتين وطبنوها وميت الكرمة وجوجر، يا من جئتم من كل قرى ومدن وشوارع وأحياء الدقهلية، يا من جئتم من العزب من ترعة أم الرزق ويزبك وشرشابة ونمرة واحد، يا من جئتم من كل مكان، طبتم وطاب ممشاكم، جئتم تعبرون عن حبكم وحماسكم. في الشاطر أوضع المرسي ويا المركب راح تركي، الله رايدنا مش الكرسي، واحنا لسه مكملين، احنا لسه مكملين، احنا لسه مكملين، احنا لسه مكملين، كلنا للمشروع شايلين، كلنا للمشروع شايلين، ايد واحدة في كل مكان، ايد واحدة في كل مكان، ايد واحدة في كل مكان، ايد واحدة في كل مكان. على قرارات شورى الإخوان، قرارات شورى الإخوان، قرارات شورى الإخوان، قرارات شورى الإخوان، ايد واحدة في كل مكان.
جئتم من كل مكان هنا وهناك، مسلمين وأقباط، إخوانا وسلفيين وجمعية شرعية وكافة التيارات الإسلامية وكافة التيارات السياسية والفكرية، رجالا ونساء، شيبا وشبانا وصبية، أساتذة ومعلمين وطلابا، عمالا وفلاحين، إن الصورة التي ترسمونها اليوم بوجودكم بهذه الأعداد وفي هذا المكان وبمثل هذه المشاعر والعواطف الجياشة تجاه دعوتنا ومنهجنا وتجاه مشروعنا للنهضة، لهي أكبر دليل على إصرار هذا الشعب وعلى ثورته وعلى يقظته، وإنه لا يمكن له أبدا أن يقبل مرة أخرى أن تعود بقايا النظام وتلك المحاولات الدنيئة التي تقوم بها بعض الجهات والهيئات وبعض جماعات المصالح وبعض الأطراف في الداخل والخارج، عندما يتصورون أو يتوهمون أنهم قادرون على صرف الشعب عن هذه الثورة أو التحايل عليه أو خداعه أو تضليله، مستخدمين بعض وسائل الإعلام المغرضة وبعد ألاعيبهم الشيطانية وحيلهم وأكاذيبهم، مستخدمين بعض رخاص النفوس هنا وهناك وبعض مثير الفتنة والبلطجة، لأن صورتكم هذه وموقفكم ومشهدكم هذا لهو دليل كبير على أن الشعب المصري قد بدأ ثورته، ولا بد أن تستمر هذه الثورة حتى تحقق أهدافها في إقامة الحكم العادل الرشيد المبني على العدل والحرية والكرامة وعدالة التوزيع وخدمة الشعب، نظام حكم ننتخبه بنفسنا، نجيب رئيس مننا يعيش معانا وياكل زينا ويفكر فينا ويشتغل همنا، ده رئيسنا اللي احنا عايزينه، نكون عارفيننا وعارفينه، بنحبه ويحبنا، هو ده اللي احنا عايزينه، وعايزين حكومة تعبر عننا، وزي ما حصل في البرلمان وبرضه نحط دستورنا ونقدر كلنا نبني نظام سياسي يحقق فينا الحكم الرشيد، يكون في خدمة الشعب، يكون في يعمل على توفير حياة كريمة لهذا الشعب، يضحي قدامنا كلنا، مش يستعلى علينا، مش يستخدم الاستبداد، مش يشتغل بالفساد زي ما كان مبارك ورجالته بيعملوا، انما يبقى نظام مننا ومعانا ولينا وقلبه علينا ويعمل معانا ونعمل معاه لبناء نهضة مصر على اساس مرجعية الاسلام، لان ده حلمنا ان كل فلاح يلاقي مية نظيفة وكل فلاح يلاقي دعم عشان يزود الغلة او المحصول في ارضه، كل فلاح يلاقي رعاية صحية، كل فلاح يلاقي فرصة لتعليم اولاده، كل فلاح يلاقي رعاية في كل الاتجاهات، وكل اللي بيساعده عشان يزود دخله، مش زي ما شفنا لعشرات السنين الفلاح يزرع ويشقى والمحاصيل تتباع بأرخص الأسعار، والمبيدات والأمراض تدمر كبده وما يلاقيش أي عناية ولا رعاية، ودايما مهمش ودايما خيره متاخد لغيره. خلاص المرحلة دي خلصت، عايزين الفلاح يعيش بكرامة ويعيش في عزة ويعيش في حياة جيدة، ومش بس الفلاح والعامل والتاجر والمدرس والموظف وصاحب المشروع، الراجل والمرأة، الشيخ والشاب، الغني والفقير، الضعيف والقوي، كل الناس تعيش في عزة وتعيش في حرية وتعيش في كرامة، وده من غير فلسفة ومن غير كلام كتير هو مشروع النهضة. يعني عايزين نبني لبلدنا كلنا ولكل شعبنا حياة طيبة، حياة كريمة، نشتغل كلنا بجد وإخلاص وعائد الشغل يرجع علينا، خير بلدنا يرجع لنا، بترولنا وغازنا، خاماتنا ومعادننا، أرضنا وسمانا، وكل مصانعنا وكل شغلنا يرجع للي يشتغلوا ويرجع للشعب ويعيش الشعب حياة كريمة مرة تانية بعد ما اتحرم منها أكتر من 50 أو 60 سنة
أو ربما يزيد. هو ده باختصار شديد مشروع النهضة. عشان كده الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعد ما الشعب اختارهم وهم وغيرهم من الإسلاميين بنسبة أكبر من 70 أو 75% في البرلمان، كانت دي رسالة واضحة من الشعب إنه اختار الإسلام طريق للحياة، واختار الإسلام مرجعية لمشروع النهضة، ووثق وحمل الأمانة للإسلاميين إن هم يتعاونوا مع باقي أبناء الوطن جميعا بلا إقصاء بهدف إنقاذ سفينة الوطن من الغرق وبناء نهضتها الحديثة. وطلبنا، قلنا قبل كده احنا كإخوان مش هنقدم مرشح للرئاسة، وهنكتفي هذه الدورة بالوجود في البرلمان والحكومة، لأنه البرلمان لوحده ما ينفعش. كتير من الناس بيسألوا عمل لنا ايه البرلمان، لأنه كتير من الناس مش منتظرين القوانين، مش عارفين أهمية العمل التشريعي، هم بيدوروا على حل لمشاكلهم. عايز أنبوبة البوتاجاز، عايز رغيف العيش، عايز شغل لابنه، عايز علاج لابنه، عايز تعليم لابنه، عايز طريق كويس يمشي عليه، عايز هوا نظيف يتنفسه. فما تصور لما لقى البرلمان ما جابلوش ده، قال عملوا لنا ايه اللي دخلوا البرلمان؟ والحقيقه ان لازم كلنا نعرفها ان البرلمان لوحده لا يمكن هيبقى له دور تنفيذي، هو بيحط القوانين ويراقب، انما الدور التنفيذي دور الحكومه ودور الرئيس. ولذلك احنا قلنا للمجلس العسكري عايزين حكومه تتشكل ائتلافيه نبقى احنا فيها وغيرنا من القوى الاسلاميه والوطنيه، ونقوم كلنا عشان نبني نهضه بلدنا ونرجع الامن وننشط الاقتصاد ونصلح التعليم ونشوف قطاع الصحه والنقل والمواصلات وننشط السياحه، ويبدا تاني نهر الخير يكتر ويزيد ويبقى موجود في بلدنا. فلما رفضوا ده واصروا على موقفهم بدون اي تبرير واضح او غير واضح، ما كانش قدامنا غير ان احنا نحاول في الجزء الثاني من السلطه التنفيذيه وهو الرئاسه. فنحن لسنا طلاب سلطه ولا طلاب كراسي، ولا بنبحث عن مواقف. جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله قيادات وافراد هم عباره عن جزء من المصريين في خدمه كل المصريين، في خدمه كل الشعب بكل طوائفه وبكل اتجاهاته. هي لله 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 يا للمنصب لا للجاه، يا للمنصب لا للجاه. المسألة النهاردة مصر كلها مشاكل، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطائفية في منتهى الصعوبة، واللي هيتقدم لرئاستها وإدارة حكومتها هتواجهوا تحديات وأعباء ضخمة جدا. وكان أسهل حاجة علينا في حزب الحرية والعدالة أن نبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية ونستريح من عبء ومسؤولية، إنما ما كان لأمثالنا أن يهربوا من الأمانة التي حملهم الشعب إياها. فنتقدم ويقدم حزب الحرية والعدالة بترشيح الدكتور مهندس الأستاذ محمد مرسي لمنصب رئاسة الجمهورية بعد أن حيل بيننا وبين تشكيل الحكومة. ليس رغبة في السلطة، ولكن رغبة في الوجود في العمل التنفيذي حتى نستطيع أن نترجم ثقتكم وثقة الشعب فينا وتقديم خدمات حقيقية والبدء في إطلاق بناء نهضة وتنمية مصر حتى نصل جميعا إلى حياة كريمة تليق بنا وبالشعب المصري كله. إن مشروع النهضة ليس مشروع حزب الحرية والعدالة فقط أو جماعة الإخوان فقط، ولكن الحزب والجماعة وضعوا تصورا مبدئيا لهذا المشروع يعرض على الشعب كله لمناقشته وإدارة حوار حوله وإنضاجه حتى يصبح مشروعا ممثلا لنا جميعا كمصريين، ثم ننطلق مع رئيسنا المنتخب أو حكومتنا وبرلماننا ومؤسساتنا السياسية المختلفة لبناء هذا البرنامج وتحقيقه على واقع الأرض حتى تعود مصر حرة كريمة عليها يرفرف العدل
وترفرف عدالة التوزيع، ونصنع جميعا نموذجا حضاريا راقيا يليق بهذا الشعب الذي عانى معاناة شديدة لعشرات السنين، رغم أن لديه الكثير من الموارد والإمكانيات، ورغم قدرته على تحدي كل الظروف وصنع المعجزات. أيها الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا مرة أخرى على حضوركم وعلى ترحيبكم وعلى هذه المشاعر. وأخص بالتحية أيضا الإخوة الموجودين خارج الاستاد والذين تحملوا عناء الوقوف في الشارع، ونخص بالتحية والشكر أيضا جموع أبناء الدقهلية الكرام الذين اصطفوا على الطريق من بداية حدود محافظة الدقهلية إلى مدينة المنصورة هنا للترحيب بالسيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي مرشح لرئاسة الجمهورية وحملته المرافقة له. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.